السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم أكلتنا كتير كتير طيبة، وهي من الأكلات الشامية اللي كتير ظريفة وطيبة، وهي اليالنجي. اليالنجي بورق العنب، كتير كتير طيبة ولذيذة، وطريقتها بإذن الله سهلة، وخطواتها هلأ حناخدهم خطوة خطوة، ورح تلاقوها ولا أسهل من هيك بإذن الله. بس هن لأنه مكوناتها شوي كتار وخطواتها شوي كتار، بس إن شاء الله سهلة وما بدها شي أبدا. ويلا نشوف كيف طريقة تحضيرها. أول شي بدنا نجهز الحشوة. هلأ الحشوة مكونة من عدة مكونات. هلأ هون عنا البصل. هلأ لكيلو رز حنحط تقريبا ما يقارب الثلاث أو أربع بصلات متوسطين، بدنا نفرمهم ناعمين كتير. طبعا الرز هو حيكون تلتينه أو تلت أرباعه رز مصري، والربع أو التلت رز متوسط الحبة، يكون منقوع يعني قبل بكم ساعة. وبنكمل الفرم باقي البصل بهي الطريقة. وهلا هون عنا الفليفلة، تقريبا كمان بدنا بين الثلاث قرون، يعني بين 3 أو 4 قرون حسب حجمهم. كمان بدنا نفرمهم بطريقة كتير ناعمة. يعني كل الخضار هون اللي بدنا نحطها بدنا نكون فارمينها ناعمة، ناعمين كتير يعني. شايفين بهي الطريقة بنفرم الفليفلة. هون عنا التوم، تقريبا بدنا راس كبير من التوم. في عنا طريقتين لفرمون بهي الطريقة. شايفين هلا بنقطعهم بشكل كتير رقيق، بعدين بنفرمهم بالجهة المقابلة هيك، او فينا نعملهم دغري انه نحطهم نضربهم هالضربة بالسكينة بهي الطريقة. شايفين كيف؟ وبعدين بنفرمهم. انتم مخيرين بين هالطريقة والتانية. هلا ممكن كمان نحن نهرسهم، بس هلا هيك اطيب يكونوا من الهرس. طبعا والثوم هو حسب الرغبة. كمان انا حطيت ضعف هي الكمية لكيلو من الرز. عرفتوا كيف؟ هلا انتم فيكم تحطوا راس واحد، انا حطيت تقريبا راسين، لانه كان مثل مو شايفين انه صغار، يعني مو هالحجم الكبير. هذا الشي بيرجع لكم. هلا هون عنا البندورة. بدنا تقريبا لكيلو الرز بدنا كيلو بندورة. كمان بدنا نفرمهم بشكل كتير كتير ناعم.
وهلا هون عنا جرزة نعناع. طبعا النعناع بنعمله بشكل خشن، ما في داعي انه يكون كتير ناعم، لانه هذا على كل الاحوال بدوب، وحتى لو ضل نسرة خشن ما بيأثر انه كميته قليلة. شايفين؟ بنفرمه بهي الطريقة، ما بدنا كتير ناعم لانه النعنع بيسود. وطبعا النعنع لازم نغسله قبل ما نفرمه، لانه اذا نقعناه بالمي كمان بيسود، يعني لازم يكون مغسول ومنشف. اما هلا وقت بنيجي على البقدونس ما بيأثر انه اذا فرمناه قبل ما نغسله. شايفين؟ بهي الطريقة هاي. وهلا عنا البقدونس لازم يكون كتير ناعم. شلون البقدونس تبع التبولة؟ نفس الشي نفرمه بهالنعومة هي. وهون عنا جرستين بقدونس كبار مثل ما شايفين. طبعا هي جرزة ولسه بدي احط جرزة تانية، يعني بتفكروا انه هي جرزتين، لا هي جرزة واحدة ولسه بدي احط جرزة تانية. وهلا طبخ الحشوة. نحط كاستين زيت زيتون، يعني كوبين معياريات او انتو حسب الرغبة. هلا هون حطينا البصل، طبعا هذا مو كله، هذا نصه، هلا بدنا نحط النص الثاني. حطينا البصل، وهلا بدنا نحط كمان فوق الثوم. ليكن الثومات حنقليهم هلا شوي بس يدبلوا نسلة صغيرة. وهلا بنحط الفليفله. طبعا بنحط الفليفله قبل باقي المواد لانه هي بدها وقت اكثر بالاستواء من غيرها. عرفتوا كيف؟ يعني نحن عم نحط حسب التدرج حسب الاستواء، وما كثير بنقلي، يعني بنقليها بس تشتغل دقيقة ونص. شايفين كيف؟ هلا بعد ما لقيناها شوي صغيرة دبلت بنحط الرز نقعينه ساعتين ثلاثة قبل ما نحطه. ومثل ما قلنا انه تلتين بتلت او تلت ارباع مصري بربع اسباني او حبة متوسطة. بنقليه شوي الرز، بس بدنا ندير بالنا انه ما يتكسر معنا، انه منقوع فسهل انه يتكسر. على مهلنا بس هيك كم تقليبة، خليه ياخد بس هيك شوي من الزيت. بعدين بنحط البندورة. شايفين هاي البندورة اللي فرمناها، حتى مع مرقتها اذا في نازل منها مرقة شوي او كذا من التقطيع ما في مشكلة. هذا كله مشان يغبوا هلا الرز ويغب النكهات كلها. نعمل لها هيك تحريكة بسيطة وبنتركها شغل دقيقة دقيقتين. وهون هلا حطينا كاسة من عصير الليمون، كاسة كاملة عصير ليمون. وهلا بنحط البقدونس اللي فرمناه طبعا مغسول وبنقوع بالملح وحمض الليمون، وحتى النعنع نفس الشيء قبل ما نفرمه طبعا غسلناه ونقعناه بالملح الصخري والمي وحمض الليمون مشان اي شيء فيه جراثيم او كذا يموتوا ويكون يعني معقم 100%. وهلا هيك بنحركهم شوي مع الخليط كله. واخر شي هلا بدنا نضيف دبس الرمان. هلا اول شي عفوا ضفنا هلا هون الملح حسب الرغبة. شايفين كيف بنخلطه مزبوط الملح، لو نحن ما لنا مملحين شي من الرز او من الخضرة. وهون اخر شي هلا مثل ما قلنا بنحط دبس الرمان. انا هون حطيت تقريبا هي كاسة، ورديت حطيت كاسة تانية بس ما صورتها
يعني هون كاستين، لانه بعدين بعد ما خلص التصوير لقيته لا بيعتاز لسه حامض. هو الحمض سبحان الله شغله يعني حسب الذوق، انا بحبه حامض كتير صراحه. والمكون السري والاساسي هو البن. حطيت هون تقريبا معلقه كبيره بن او تقريبا 3 معالق صغار بن مع هيل بيجي، والهيل شوي كتير يكون، يعني في بنحركهم مزبوط، بنخليهم يغلوا غلوتين، وبإذن الله هيك الحشوة جاهزة. بنتركها لتبرد وبنتركها لتاني يوم لحتى تغب النكهات. عرفتوا؟ هلا هيك هون تاني يوم بنحشيها وبتكون بردت وبتكون غبت كل النكهات. هلا مشان الحشوة مثل ما شايفين ناخذ ورقة العنب، المحل الخشن، شايفين العروق هدول محل الخشن بنخليه لجوا مو لبرا. وهون بنحط الحشوة، بنكترها الحشوة شوي لأنه فيها كتير خضار وزيت، مو مثل اليبرا. بنحط تقريبا قد مرة ونص على مرتين من حشوة اليبرا، لأنه هذا كله رح يدوب هلأ بالطبخ. وطبعا بنحاول قدر المستطاع نشد عليها لأنه كمان حيدوب يعني معظم الحشوة بالطبخ مثل ما شايفين. بنحط الحشوة وبنلف الأطراف، وبعدين هي بنلفها أي شيء طراف كمان يعني طالعين لبرا بنحاول نلفهم لجوا، ومشان تطلع بهذا الشكل. شايفين كيف؟ هي إجباري بتكون أضخم من الورق العنب العادي يعني اليبرا. اليالنجي هو هيك أساسه يكون أضخم من اليبرا. بنرد هلأ بنشوفوا شلون رح نعملها. حنرد نعيد كيف طريقة اللف. هي ورقة تانية، طبعا العروق والخشن لازم يكون من جوا، وطبعا لازم تكون هي الورقة ناعمة بالأساس، يعني مو نجيبها خشنة، بس إنه في إلى وشين، الوش الخشن يكون لجوا. شايفين هلا حطينا هيك الحشوة، منلفها هون هيك لفة من فوق، بعدين بدنا نلف الأطراف هيك لجوا، منلفها شوي. شايفين أي شي كمان طالع بنحاول نفوتهم لجوا ونلف للآخير مع الشد شوي، هيك بتكون جاهزة. طبعا طريقة هلا كمان حأرجيكم كيف، بس طبعا أنا طريقة لفي ما بلفن وحدة وحدة، بلفن مجموعة مجموعة، أسهل وأسرع. هلا بأرجيكم كيف. أول شي بدي أفرد ورق العنب بهي الطريقة وجهزهم كلهم. دائما وقت بنشتغل بمجموعة هيك بتيجي أسهل وأسرع، لأنه الخطوة بنعيدها كذا مرة، ما إنه بنتشتت. يعني مثلا بدنا نحط الورقة ونحط الحشوة ونلف، لا، أول شي بنحط الورق كله مثل ما شايفين، بعدين بنحط الحشوة، بعدين بنظبط الحشوات مشان يكون جاهزة لللف، بعدين بنلفهم وحدة وحدة بهي الطريقة. شايفين؟ هيك بكون يعني عملنا كمية أكبر بوقت أقل، وبنخلصهم بسرعة أكبر. طبعا المبتدئ خليه يشتغل وحدة وحدة، بس لحتى واحد يعني تاخد ايدكم تعملوا هاي الطريقة. عارفين كيف ما أحلاهم، وكل وحدة أخت التانية. بسم الله ما شاء الله. هلا في كتير طرق لصف اليالنجة أو اليبرة، مثل ما شايفين. هلا عم نصفهم بالمصفاية، ومحل الورقة الأخيرة تكون لتحت، يعني مشان ما تفتح معنا بعدين. شايفين بنصفهم بهي الشكل هذا. هلا في منهم بيصفون بالطنجرة، بس أنا بحب أطبخهم بطنجرة الضغط يعني البخار، فبحطهم بالمصفاية تبعهم وبصفهم بهي الطريقة هي. هلا ممكن بالطنجرة العادية بس بتاخد وقت أكتر بكتير، يعني تقريبا هلا هون بتاخد لها وقت بين التلت ساعة للنص ساعة حسب نوع الورق بالطنجرة الضغط. أما بالطنجرة العادية بدها ما يقارب بين الساعة للساعة ونص. بتعرفوا أنتم كمان هلا نحن بسوريا وضع الغاز شلون، فبطنجرة الضغط أسرع وأسهل يعني. شايفين صفيناهم كلهم بهي الطريقة. ما لازم نكزهم نرصهم كتير كتير مشان بدنا المرأة تفوت كمان بيناتهم، وما لازم نعلي اكتر بكتير من هيك مشان كمان ما انه يطلعوا لبرا او يفرطوا. شايفين هيك بكفي. بعدين بنغطيها بورق العنب.
هيك بنعمل مثل حاجز يعني مشان ما يطلعوا. هلا هون المي اللي بنحطها حطينا لكل لتر مي بدنا معلقة دبس بندورة وملح حسب الرغبة، وحمض ليمون حسب الرغبة. ليش مو ليمون؟ الليمون بيخلي الورق يسود شوي، فحمض الليمون بيخليه أشقر. طبعا انا هون دوبلتها شي 3 مرات المرأة، لانه حسب حجم الطنجرة، بس انه بتاخذوا العيار انه لكل 4 كاسات و5 كاسات مي بتحطوا هالعيار هذا. شايفين؟ يعني مو البندورة كتير كبيرة، وانا خليت هي الحبلة تبع المصفاية برا، اول شي كان جوا بس مشان يسهل علينا تطليعها بعد ما تستوي الطنجرة. شايفين؟ نسكر الطنجرة ونستناها بس لحتى تغلي بهي الطريقة هي وتصفر هيك. نتركها تقريبا شي تلت ساعة لنص ساعة إلى 5 دقايق ونشق عليهم. إذا بدهم كمان بنخليهم كمان، ما نخليهم كتير مشان ما يفرطوا. هلا أنا هون اتحملت معي تقريبا بين تلت ساعة لنص ساعة إلى 5 دقايق، وهيك استووا معنا. بسم الله ما شاء الله، ولا حبة مفزورة. بسم الله ما شاء الله. هلا هو الافضل انه بس ليبردوا ينحطوا بالبراد لتاني يوم يغبوا نكهات. شوفين ما شاء الله، شايفين مستوية ولا احلى من هيك. فمثل ما بقولكم الافضل ينتركوا لتاني يوم ليغبوا النكهات ويتاكلوا على برودة. وهيك بتكون خلصت طبختنا لهذا اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم. الطبخة كتير كتير طيبة وكتير لذيذة، والحمض يعني طعمته خيال بهالأكلة. طبعا بيتقدم قدام مع الرمان وطنشات الليمون بيتزين، والرمان الأفضل يكون حامض. وممكن كمان أنا حطيت بطاطا بس ما صورتها معهم. البطاطا معهم طعمتها خيال. إن شاء الله تكون عجبتكم هاي الطريقة. إذا عجبتكم لا تنسوا تدعموني. كان معكم الشيف باسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.